السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة بسيطة جدا. هنعمل مع بعض الكوسة بطريقة حلوة جدا تخلي اللي مش بيحب الكوسة يحبها حقيقي، وكمان خفيفة جدا كمان على المعدة، وسهلة جدا بدون لحمة، وطعمها حلو جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوة معايا زي ما انتم شايفين، معايا هنا حوالي كيلو كوسة. هبدأ اقطعه حلقات بالشكل ده. نقطعها، نحاول بقدر الامكان تكون الحلقات حجمها متساوي، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي عشان تستوي كلها مع بعضها. وهقطع بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. خلاص حطيتها في الصينية اللي انا هعملها فيها، وهبدأ دلوقتي اتبلها بملح وفلفل. هضيف عليها زي ما انتم شايفين ملح وفلفل، بيديها نكهة وطعم حلو جدا. وهدعكها فيها كويس قوي، يعني هقلبها كويس قوي في الملح والفلفل. هقلبها كويس قوي بالشكل ده بحيث ان هي تتشرب كويس قوي من الملح والفلفل. وبعد كده هرفعها على البوتاجاز بعد ما قلبتها زي ما انتم شايفين. وهبدأ اشوحها. طبعا هضيف لها معلقة سمنة بلدي. السمنة البلدي بتبقى حلوة جدا مع الكوسة وبتدي طعم حلو جدا بجد. وهشوحها معاها. طبعا احنا مش هنضيف سمنة كتير قوي عشان ما تبقاش تقيلة برضو. فانا ضفت معلقة كده كويسة، وهقلبها فيها لحد ما تتشوح. طبعا هشوح الاول الكوسة لوحدها كده. بعد كده هجهز بصلة، سيبها تتشوح شوية. بعد كده هجهز بصلة، هقطعها طبعا مكعبات، وهبدأ اضيفها وهرجع اقلب. وهسيبها تتشوح الكوسة مع البصل. وهضيف كمان فصين توم متقطعين شرايح. وهستمر في التقليب بحيث ان الكوسة تتشوح مع البصل. وفي السمنة البلدي كمان بتديها طعم حلو قوي. وهرجع اقلبها تاني. وهخليها طبعا على نار متوسطة. وهقلبها تاني بحيث ان هي تتشوح زي ما انتم شايفين، بدأت تاخد لون والبصل بدأ يدبل معانا. وفي الأثناء دي طبعا هبدأ أجهز عصير الطماطم. خلاص زي ما انتم شايفين هي كده البصل خلاص دبل معانا وبدأت تاخد لون، تتشوح كويس يعني. احنا عارفين طبعا من الكوسة من الخضروات اللي فيها مية كتيرة، فاحنا مش هنضيف لها اي مية، يدوب عصير الطماطم وبس. وهتستوي في عصير الطماطم طبعا على نار هادية متوسطة كده، يعني مش هادية قوي، متوسطة. وهضيف لها عن عصير الطماطم زي ما انتم شايفين، وهقلبها. بعد كده هبدأ اظبط الملح. وهنضيف برضو التوابل اللي بنحبها، لو حابين نضيف كمون او كزبرة نقدر نضيفها حسب رغبتنا. انا بحب بس احط لها الفلفل بس والملح. وهقلبها بالشكل ده.
وطبعا هكون مولعه الفرن والفرن سخن، طبعا هدخلها الفرن، هسيبها تكمل سوا في الفرن. لما بتستوي في الفرن على نار هاديه بيكون طعمها حلو جدا بجد، حقيقي بتبقى حلوه جدا، وصفه لذيذه وحقيقي طعمها حلو بجد. طبعا بتاكل مع رز ابيض او رز بشعريه، حقيقي وصفه حلوه جدا، جربوها هتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي.